في كل حياة ثمة وجوه لا تأتي لتمنحنا نورا، بل لتغرس في أرواحنا ظلالا لا تنتهي. وجوه تتغذى على ضعفنا، تطيل بقاء جراحنا، وتقتات من أعمارنا كما يقتات الليل من آخر ما تبقى من النهار. نحن لا نهزم دائما بالحروب الكبيرة، بل أحيانا تهزمنا الحروب الصغيرة التي نخوضها كل يوم مع هؤلاء الذين يلوثون هواءنا بكلمة، وصمتهم أثقل من صراخهم، وضحكاتهم أقنعة لما يخفونه من سم يتسلل إلى قلوبنا. هؤلاء الذين يستهلكون أعصابنا، يسرقون طاقتنا، يحجبون عنا المعنى، لا يستحقون إلا بطاقة واحدة: كرت أحمر. كرتا نرفعه في وجوههم ليس لأننا نكرههم، بل لأننا نحب أنفسنا بما يكفي كي لا نموت ببطء في حضرة سمهم. في هذه السلسلة لن نفتح محكمة لأحد، بل مرآة لنا جميعا. كيف نتعرف إلى هؤلاء؟ وكيف نجرؤ على طردهم من حياتنا قبل أن يطردونا من ذواتنا؟ أنا رؤى الطريفي، وهذا كرت أحمر. تحية محبة وسلام. من أول يوم دخلت فيه سلمى الشركة كانت عيونها على هدف واحد: إنها تترقى وتبقى مديرة قسمها. زولة مجتهدة بتشتغل بقلب وضمير، وبتحترم كل تفصيلة في شغلها. وسط زحمة الموظفين كانت في حنان، زولة عكس سلمى تماما، بتتأخر عن الشغل، ما عندها إحساس بالمسؤولية، بتضيع الوقت في المكالمات، ولو طلعت للفطور ما بتجي إلا بعد 3 ساعات. لكن كانت بتعرف كيف تظهر بصورة لطيفة ومحبوبة. حنان بدأت تتقرب من سلمى بطريقة ودودة، طلبت منها مرة مساعدتها في الشغل، وتدرجت العلاقة بينهم من زمالة لحد ما وصلت إلى صداقة. ولما كان الناس يسألوا سلمى عن حنان كانت بترد بابتسامة لطيفة: دي عوض ربنا لي، زولة طيبة وليها من اسمها نصيب. حنان. مرت الأيام، وجاء في يوم من الأيام إعلان من المدير في مشكلة في أداء القسم، وكل موظف مطالب بتقديم مشروع يساعدنا نتجاوزها. سلمى شافت إنه دي الفرصة اللي جاتها على طبق من ذهب، إنها على باب تحقيق حلمها. بدأت تشتغل بكل طاقتها، وحنان كانت جنبها بتسأل، بتساعد، بتشارك في كل تفصيلة. سلمى صدقت إنها لقت شخص بيدعمها بصدق، لكن المفاجأة كانت صادمة. في اليوم المحدد وقف المدير قدام الجميع وقال: المشروع الفائز من تقديم الأستاذة حنان، والنتيجة هي مديرة القسم الجديد. سلمى كانت مذهولة جدا لما اكتشفت إنه حنان استغلت كل المعلومات اللي هي جمعتها معاها وقدمتها باسمها، سرقت جهدها وتعبها. وأول ما بقت حنان مديرة القسم اتغيرت على صديقة عمرها وعلى عشرتها، وكأنه ما كان في حاجة بيناتهم. سلمى كانت مندهشة جدا في كمية الخداع اللي كان متغطي ورا اللطف والجمال ده، واكتشفت إنها ما كانت أكثر من مجرد سلم في حياة حنان وصلت به لهدفها وبعدين رمته. دي قصة بتتكرر في مجتمعات الشغل بصورة كبيرة. أبطالها هم المتسلقين، ناس ما عندهم إمكانيات ولا مقدرات، بيتقربوا من الناجحين عشان يوصلوهم لأهدافهم، زي الشجر اللي بلاب اللي ما عنده ساق يتسند عليه، فبقوم بيرمي نفسه على أقرب جسم صلب عشان يطلع لفوق. الشيء المشترك بين كل المتسلقين اللي حوالينا إنه المتسلق ما بيقدر ينجح براو، لأنه زول خاوي، لا عنده إمكانيات ولا مهارات ولا حتى مقدرات. عشان كده بيبدأ يتقرب من الناجحين ومن المدراء عشان يصل للمنصب وللمكانة الكبيرة، بس ده وصول من غير شرف، وصول على أكتاف الغير وعلى جهدهم وتعبهم. العلاقات بين المتسلق
ما أكثر من وسيلة مواصلات صلاحيتها بتنتهي أول ما يصل لهدفه، بس عشان يصل لازم يجي بوش الطيبة والوش اللطيف، بيحسسك إنه حيقيف معاك وحيكون لك السند، بيعمل لك فيها التقي النقي، وإنه الزول المتمسك بقيم مجتمعه، وإنه بيكره الكذب والنفاق. في أحيان كثيرة ممكن يستخدم الدين وسيلة عشان يخدع بها حوالينه ويكسب ثقتهم، وأول ما يصل لهدفه حينساك، وتكتشف إنه الزول اللي كنت مديه الأمان وبتقول عليه السند طلع بوشين، واحد سمح والتاني شيء. عمر المتسلق ما بيعرف يعني شنو حب، ما بيعرف يعني شنو صداقة، ولا بيعرف يعني شنو تضحية، لأنه أساساً بيعاين لأهدافه وبس. حتى في مجتمعنا بنشوف المتسلق في نماذج كثيرة، زي الراجل اللي بيخدع واحدة بحبها ويتزوجها لأنه عندها قروش وأملاك، وأول ما يخط يده على كل حاجة بينساها كأنها ما كانت شيء. عايزة أقول إنه لازم تكون حريص في حياتك من المتسلقين، ما تديهم مجال يدخلوا حياتك، والأهم إنه الثقة ما تديها لأي زول ما لم يمر بتجارب حقيقية تكشف حقيقة نواياه تجاهك. طول ما أنت ناجح في شغلك أو عندك مكانة في مجتمعك، أعرف إنك حتكون عرضة للمتسلقين، فأبقى واعي للي حولك وللناس اللي بتحاول تكون قريبة منك، واسأل نفسك دايما سؤال: الزول ده بيحاول يتقرب مني ليه؟ لو بدأت تحس إنه إنسان متسلق، ما تتهاون في إنك ترفع الكرت الأحمر. الصدمة الممكن تجي نتيجة كونك ضحية تسلق صعبة جدا، وممكن تفقدك الثقة في أي إنسان وأي علاقة. وعيك هو أمانك، اتحرر وأرفع كرت أحمر. اكتبوا لي في التعليقات تجاربكم مع المتسلقين اللي حواليكم، وكيف تعاملتوا معهم، وهل تخلصتوا منهم ولا سمحتوا لهم إنه يتسلقوا.